لا تنسى الاشتراك في قناة كفانتي لمتابعة جميع أخبار الفن في المغرب والوطن العربي. السلام عليكم. خرجت فتاة مغربية مقيمة بفرنسا عن صمتها، واتهمت المغني المغربي أحمد شوقي باستغلالها جنسيا في فضيحة هزت الرأي العام. وحسب ما صرحت به الفتاة لإحدى المنابر الإعلامية المغربية، فإن أحمد شوقي كان على علاقة بها، وقد صدمت بمعاملة الفنان المغربي لها، حيث كانت تزوره في المغرب مرارا وتكرارا، وسبق وأقام بإحدى شقق بتطوان، وكان على علاقة جنسية دامت لمدة 2 سنين. وأضافت أن شوقي كان يستغلها بدعوى الحب والمشاكل الأسرية مع زوجته قبل أن يتخلى عنها ويطالبها بالرحيل، مستعينا بالمدير الفني الخاص به الذي دخل على الخط وهددها في حالة ما أرادت متابعته أو الخروج إلى الإعلام أو نشر أي صور لعلاقتهما، فإنه سيتجه إلى المافيا التي يحضر محافلها ويغني لهم بنواحي سبتة. هذا وقد هددها مدير أعماله أكثر من مرة لأجل تخويفها، مضيفة أنها في غنى على الخروج إلى الإعلام لأجل ابتزازه أو الضغط عليه لأغراض شخصية، مبرزة أنها من عائلة ثرية وهو من كان يستغلها، وأن هدفها هو أن يعرف المغاربة حقيقة المغني أحمد شوقي الذي يدعي السمو والعلاقة الزوجية الناجحة. وأكدت أنها لن تتخلى عن القضية، وأنها مستعدة لمواجهته حتى يفتضح أمره بالعديد من الوسائل المادية والحجج الدامغة بالصوت والصورة والتي تتوفر عليها. لا تنسى الاشتراك في قناة كفانتي لمتابعة جميع أخبار الفن في المغرب والوطن العربي.